ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا هعمل احلى واطعم والذ ارنبيط كريسبي من غير ما يشرب زيت بطريقه سهله جدا، غير طعمه خطير. احلى ارنبيط هتعمليه لو عملتيه هتعتمدي الوصفه دي على طول. شايفه الجمال؟ غير طعمه. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعيني على قناه اليوتيوب مطبخ مرمر، اعملي لي سبسكرايب. هحضر القرنبيط انا قطعته وردات وغسلته، المية غليت، هسلق القرنبيط. هضيف معلقة ملح، نص معلقة كمون. هنزل بالقرنبيط. القرنبيط انا مقطعه وردات، مش هسلقها قوي. ما تخليهش يتسلق قوي علشان تعرفي تمسكيه وانتي بتحمريه وانتي بتحطيه في الكفر. مش اقل يتسلق مش اقل من 5-6 دقايق. هحضر الكفر بطين، هضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا. هضيف توم فريش، نص كوباية لبن. هضيف كزبرة وبقدونس مفروم او اي خضرة حباها او عندك. هضيف نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة كركم. هضيف معلقتين نشا. هضيف كوباية الا ربع دقيق. هخلط كل المكونات مع بعض. هضيف معلقة خل. السر في معلقة الخل، بتخلي طعمه حلو، مش بتخليه يشرب زيت خالص. هحضر الكفر بتاع القرنبيط، كوباية ونص دقيق. هضيف عليهم نص كوباية دقيق بتاع الفراخ اللي بنحمر بيه الفراخ. لو ما عندكيش ضيف نص كوباية بقسماط. هضيف معلقتين نشا. هضيف نص معلقة بيكنج باودر. هضيف نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة. هضيف نص معلقة صغيرة كركم، ما تكتريش الكركم. هخلط كل المكونات مع بعض. هنزل بالقرنبيط على البيض، هصفيها من البيض، هطلعها على الدقيق، هغلفها بالدقيق كويس. اغلفها بالدقيق. شايفه ما تسلقش قوي علشان كده تعرفي تمسكي كل وردة. في الوقت ده الزيت بيغلي. هروح على البوتاجاز، انزل بالقرنبيط في الزيت اللي غلي. على درجة حرارة فوق المتوسطة علشان ده في بيض ما يتحرقش. هقلب.
هقلب على كل الأجناب. شايفة القرنبيط لما مسلقش قوي، الوردة سليمة زي ما هي. كده القرنبيط اخد اللون انا عاوزاه، لونه حلو خالص ومش شارب زيت وكريسبي وجميل وطعمه خطير. احلى قرنبيط هتعمليه، وصفة سهلة وما بتاخدش وقت. شايفة الجمال، احلى قرنبيط. شايفة الجمال ولا اروع. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملوا فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر. اشوفكم في فيديو جديد.